العدة بتاعت الصنايعي في بند المباني اللي هو البنا، وانا بستلم بادوات ايه. الصنايعي طبعا بيبقى عنده القصعة اللي بينقل بيها المونة، بيبقى معاه المسطرين عشان بيستخدموا عشان يعني يحط المونة. بيبقى طبعا في المكوة بتاعت العراميس لانها مهمة جدا، اللي هو مرحلة تكحيل العراميس او سيخ حديد مشرشر. طبعا الخيط بتاعه عشان اللي هو الساعي الافقي والرأسي عشان يظبط الافقية والرأسية وهو شغال. طبعا اللي هو ميزان المية عشان الأفقية بيظبطها برضو وهو شغال وهو بيحط الطوب جنب بعض. اللي هو الميزان الخيط وده مهم جدا جدا عشان يظبط بيه الرأسية. طبعا في برضو ميزان الخرطوم علشان ينقل الشرب زي ما اتكلمنا عن الشرب، لأن البنا دلوقتي أول حد هيدخل الشقة فهينقل الشرب من مكان لمكان عن طريق ميزان الخرطوم. اللي هي الزاوية القايمة عشان يظبط التعامد بين الجدار مع الجدار التاني، تكون زاوية قايمة، ما ينفعش ابدا يكون مايل او كده. انا بقى لما باجي استلم الشغل بتاعي طبعا انا بكون متابعة اول باول. وبستلم برضو اول باول وهو شغال، بستلم عن طريق اللي هو ميزان الخيط، بستلم بيه الرأسية وده مهم جدا. بستلم الأفقية عن طريق ميزان المية. وزي ما قلت أنا لازم أكون متابعة كل حاجة، يعني بتابع بند اللي هو المرحلة بتاعة تكحيل العراميس، بتابع بقى كل حاجة في الشغل بتاعي.